المتسول أول ما شاف الموقد الحديد اللي الولد كان بيكسر بيه الجوز فهم على طول إنه مش موقد عادي، ده قطعة أثرية نادرة. قرب من الولد وقال له: بص يا ابني، لو جبت لي الموقد ده هديك قطعتين حلوى. الولد فرح جدا وسلمه الموقد وهو مبتسم. المتسول بدأ يتفرج عليه كويس، ولما ركز اكتشف إن التحفة دي تسوى على الأقل 2 مليون دولار. قام قال للولد: روح نادي أبوك عايزه في كلمتين. الولد داخل البيت، لكن فجأة أبوه خرج جري ومعاه منجل، فاكر إن المتسول ناوي يضحك عليهم وياخد الموقد مقابل حتة حلوى. المتسول حاول يهدي الموقف وقال له: يا عم مراتي عايزه موقد تحرق عليه بخور، وانا صدفه لقيت الموقد ده عندكم وعايز اشتريه، اهو معايا دولار. بس ابو الولد رفض وقال له: اقل من 3 دولار مش هيتباع. المتسول عمل نفسه متضايق وقال له: 3 ده كتير قوي، وبدا يمشي كانه خلاص هيسيبه. لكن زي ما توقع الاب ناداه وقال له: ماشي، خده ب 2 دولار. المتسول طلع الفلوس وخد الموقد ومشي وهو فرحان. في اليوم اللي بعده راح بيه على محل تحف وباعه هناك ب 3 مليون دولار كامله. وساعتها بس ضحك المتسول وقال في نفسه: اللي ما يعرفش يقدر الحاجه اللي في ايده عمره ما هيكسب. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.